مساء الخير على احلى متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طريقه كبده الرده بطريقه سهله وبسيطه، ومن النهارده اوعدك مش هتفكري تشتريها من بره، عشان هتكون احلى من اللي بنشتريها من بره بكتير. هنا معانا نص كيلو كبده متقطعه شرائح. هنحط عليها معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، ومعلقه 7 بهارات، ومعلقه بصل بودر، ومعلقه كبيره توم مفروم. وممكن لو عندك بص توم باودر ممكن تستبدليها بدل التوم المفروم، بس التوم المفروم بتدي طعم احلى مع الكبده. وهتحطي معلقتين خل كبار وعصره ليمونه. بس كده، دي التتبيله زي ما بتتبل بره. اوعدك لما تتبليها بالتتبيله دي، لما تيجي تقليها هتحسي كأنك جايباها من بره بالظبط، يمكن احسن طبعا، بتكون مضمونه اكتر من في البيت. هتروحي مقلباها كويس جدا. لازم خطوة التقليب دي عشان خاطر تضمني ان التتبيلة كلها يعني ايه امتزجت مع الكبدة كويس جدا، عشان تديك الطعم اللي احنا عايزينه. بس بعد ما تقلبيها كويس زي ما انت شايفة معايا كده، هتروحي شايلاها مثلا في التلاجة من نص ساعة لساعة. يعني ما تزوديش عن ساعة وما تقلليش عن نص ساعة. بس بعد كده تكوني محضره معاكي كوبايه رده بنجيبها من عند العطار، ربع كوبايه نشا وربع كوبايه دقيق. هتقلبيهم كويس جدا مع بعض، وتروحي حاطه الكبده يعني ايه ضايفه الكبده عليهم بقى، وتدوسي عليها كويس جدا في التتبيله في الرده زي ما هتشوفي كده. وحاولي لما تيجي تشتري الكبده ما تخليش الجزار يقطعها لك تخينه، يعني سميكه او رفيعه قوي، لا خليها وسط. عشان لو سميكه جدا الكفر اللي من بره هيستوي، هيغمق معاكي في الزيت جامد، وهتكون من جوه مستويتش اوي. لا احنا عايزينها هتكون يعني شرايح رفيعه شويه عشان تنفع ايه تستوي معاكي على طول. انا هنا الجزار بصراحه كان ايه لقيته ما جبتها من عنده، لقيتها كانت يعني سميكه شويه، بس عرفت اتصرف فيها يعني. بس كده هنخلص الكميه كلها، وهقولك بعد كده هنعمل ايه. زي ما انت شايفه كده، ولازم تنفضيها كويس جدا بعد ما تحطيها في الرده، علشان لو في اي حاجه زياده ما تنزلش معاكي في الزيت، والزيت يتحرق بسرعه ومش هتعرفي تكملي بقيه تحمير الكبده. بس نخلص الكميه وارجع لكم على طول. كده تمام. ما شاء الله النص كيلو يعني بيوفر معاكي كتير غير لما بتشتريها من بره. يعني دي تاكل اسره وتشبعهم كويس جدا، ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انت شايفه كده. بس كده انا كده عملت الكميه كلها معاكي ونفضتها كويس. بعد كده بكون جايبه زيت غزير وسخن، مش غزير يعني وسط، وتكوني مسخنه كويس وتوطي عليه. بس ما توطيش قوي برضو، يعني توطي تخليها وسط، وتروحي نازله عليها بالكبده وتقلبيها. الكبده ما تاخدش وقت تحميره خالص، عشان خلي بالك لو سبتيها كتير هتتحرق من بره وهتنشف معاكي الكبده. ما تحبش تنشف، ما تحبهاش تستوي جامد. بس كده هكون بقى عامله لها تتبيله حلوه قوي. معلقه ملح صغننه، وكمون، وكزبره ناشفه، وفلفل اسود، وترشيها عليها من على الوش كده، طبعا مع شويه بقى خضره مع فلفل الوان المتاح عندك، هتلاقيها تحفه اللهم بارك. وزي ما انت شايفه كده يعني جميله جدا جدا، وريحتها كمان حلوه قوي على فكره، وطعمها روعه. بس كده، ونجيب بقدونس نقطعه ونحطها على البقدونس، بتدي طعم حلو جدا. ولو عندك فلفل الوان زي ما انت شايفه كده قطعيه كده، عشان لما تيجي تقدميه لاولادك يبقى شكله حلو، عشان العين بتاكل الاول، بيبقى تحسي الطبق بيبقى شكله جميل، فهيحبوا الاكله كلها وياكلوها، وهي جميله اصلا من غير اي حاجه. وبالف هنا يا حبايب قلبي. ولو اول مره تشوفوني في القناه ما تنسوش اللايك ولا الشير، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو في اي اكله جديده انتوا عايزين اعملها هنساعد بعض فيها، اطلبوها مني في الكومنتات، ومستنيه منكم دعوه حلوه في الكومنتات يا حبايبي، واشوفكم ان شاء الله في اكله جديده يا حبايبي.